اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حالة. عامله لكم النهارده حتة عزومة وصرفة ومكلفة؟ لا طبعا ما حصلش. هنعمل النهارده مع بعض عزومة اقتصادية بأقل القليل، هنطلع حاجة حلوة. الجود بالموجود، المهم البركة والنفس، ونكون عاملين الحاجة بحب. يلا نجهز بسرعة ومنتكلمش كتير. جبت بصلاية مع قرن فلفل اخضر وفرمتهم في الكبة ناعم. بعد كده على المصفى وهصفيهم كويس، مش عايزة ولا نقطة مية في البصل. البصل هنستخدمه في حاجة، وطبعا المية هنستخدمها في حاجة، مش هنسيب حاجة ولا هنرمي اي تنتوفة. هاخد مية البصل هبهرها، ملح وفلفل بابريكا، بهارات فراخ مشوية، ومفيش اكتر من كده. حبة زيت، عصير نص ليمونة. وبقى عندنا اول تتبيلة هنتبل بيها ايه؟ انا تبلت هنا حوالي ربع كيلو من البناء، هما بالظبط كانوا 5-6 شرايح، اقل من نص كيلو كمان. هتبلهم كده وهسيبهم على جنب. يلا نجهز الكفتة بتاعتنا. حضرت معلقتين من فول الصويا الخشن ونقعتهم حوالي 10 دقايق في مية عادية خالص من الحنفية لحد ما الفول بتاعنا طرى بقى شبه اللحمة. هنصفيه كويس جدا. وعلى ربع كيلو من اللحمة المفرومة ضفت معلقتين الفول المنقوع والمتصفي، وكمان ضفت معلقة من الدهن، وكمان ضفنا البصل اللي احنا كنا بشرينه ومصفيينه، ملح وفلفل، نص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من النشا، ومعلقة من بهارات الكفتة، وكمان ضفت معلقة كبيرة من البقسماط. اديتها وش تاني كده في الكبة. انا عايزاها تكون ناعمة، وكمان عايزة الفول ما يبقاش ليه اي معالم في الكفتة، وكمان عشان تبقى متماسكة. هغطيها وادخلها برضو التلاجة تريح. في الفترة دي يلا نجهز التومية. نص كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من النشا، وبعد كده نرفعهم على النار. وضفت حوالي 4-5 فصوص توم سليم. طب ما عندناش توم سليم، ممكن نضيف معلقة من التوم المفروم. وكده بقى البيزك او الاساس بتاع التومية جاهز اول ما يتحول للونه شبه الجل. الرز بتاعنا البسمتي غسلته وما نقعتوش. حطيت ملح وفلفل، حطيت كاري وكركم وبهارات رز، لومي وعود قرفة، وكمان ضفت ورق لوري وحبهان وقرنفل. مقدار الرز ضعف مقدار مية، وعلى الفرن درجة حرارة 200 على الرف الأوسط تلت ساعة وبيكون جاهز. جبنا الكفتة وعملنا لها كده صوص تلميع كده. طبعا ما عندناش ميه بصل، اتصرفت وجبت شويه ميه عليهم حبه زيت، شويه ملح وفلفل وبهارات كفته، وصبعت كده الكفته على المسن او ممكن قلم ايد معلقه زي ما انت حابه. بس الفراغ اللي جوه الكفته بيساعد على التسويه، وكمان بيساعد ان طعم الفحم يخش جواها. اديتها كده دهنه من الصوص التشريبه اللي احنا كنا عاملينها، وعلى الفرن جنب الرز. هنا اخدت الاساس خلاص بتاع التوميه اللي هو الميه والنشا، بعد ما تقل ولونه بقى فاتح. ضفت له حوالي معلقه كبيره من المايونيز، وكمان ضفت معلقتين من الزيت ومعلقتين من الخل وفي الكبة وضربتهم. مش عايزين نستخدم مايونيز، ممكن نستخدم علبة زبادي صغيرة، بتبقى برضو النتيجة بتاعتها تحفة. هنشوف قوام التوميه بتاعنا. لو تقيل ممكن نضيف له معلقتين من الميه المغليه او اللبن المغلي، بيفك وبتكون حلوه. وعايزه اقول لكم ان احنا في الاول نخليها خفيفه شويه لانها بترجع تتقل. سخنت مقلايه كويس جدا على درجه حراره عاليه، ونزلت بشرايح او بصدور البانيه اللي احنا تبلناها. ومجرد ما هننزلها هنوطي النار سنه علشان تتشوى براحتها وما تجيبش ميتها وتبقى مسلوقه. على الوش ده 2-3 وعلى نفس الحالة على الوش التاني. واخر حاجة ضفت لها معلقة من دبس الرمان، بيديها كده مزازة ولسوعة وبتبقى تحفة. كانت الكفتة بتاعتنا خلاص جهزت. ضفتها كمان في نفس المقلاية بتاعت البانيه وفحماية، وولعتها وطفتها كده بحبة زيت علشان نعمل احلى مشويات. الرز جهز وبقى في منتهى الجمال. نراعي لو هنستخدم بهارات جاهزة للرز، نراعي الملح، نخلي بالنا. خلاص سيرفيس كده شياكة، عشان احنا قال ايه يعني صرفنا وكلفنا، علشان شكل الاكل بيفرق جدا قبل طعمه. هنا حطيت الرز وزينته كده بعود القرفة واللومي. رصصت الكفتة، شايفين ما شاء الله، والله ده كان ربع كيلو 250 جرام بالظبط من اللحمة المفرومة. رمى معانا كمية حلوة ومحترمة. وادي صدور البانيه اللي بتلمع وزي العسل. كانت ريحة الاكل تحفة. خلاص كده نزينه بشوية من البقدونس، فلفل احمر، نكسر بس اللون زي ما قلت لكم، العين قبل البق
بتحب الاكل. هنا خلاص قدمت صوص التوميه، شايفين تقيل ازاي عن الاول، عشان كده بقول لكم ما تقلهوش من الاول. وده شكل السيرفيس بتاعنا الاقتصادي السريع اللي في منتهى الجمال. يا رب تجربوه ويعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اسيبكم في امان الله، مع السلامه.